المشكلات. مشاهدي الكرام، أصدقائي في كل مكان، أهلا بكم. الكان بيقول: اصحى يا نعسان، صح النوم. أنا لا يهمني اسمك ولا عنوانك ولا اللون، أنا يهمني الفرقة الحلوة اللي ليها قلب وليها شكل وعندها لعيبة عارفة سكة الجول. لكن احنا في مصر بنقول كلام تاني خالص، بنقول كلام يخلي الواحد مجنون. كده كده هنوصل كاس العالم ايا كان مين بيدربنا، على اعتبار ان احنا وحوش الكون. وفيتوريا كوميدي، فيتوريا سيكريت، فيتوريا زي ما انتوا عايزين قول مشيناه ونقطة ومن اول السطر، وهنجيب مدير فني اجنبي جديد ومعاه محمد يوسف بالتأكيد، وكمان الكابتن علاء نبيل مدير فني للاتحاد. كل ده في بيان من الاتحاد. لكن استنى، الجاني بعد يومين وخبر في سطرين كل ده انتهى، وهنجيب ولادنا الحلوين حسام وابراهيم علشان هما يبقوا الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني في مرحلة التجديد. التوأم حسام وابراهيم اسمين كبار على صعيد المنتخب الوطني وعلى صعيد التدريب. اتنين عملوا انجاز كبير، انجاز في الاندية اللي تولوا تدريبها او مع منتخب الاردن بدون شك وبدون اي خوض في التفاصيل. حسام وابراهيم نجمين كبار، لكن احنا هنا بنتكلم على طريقة الاختيار. على طريقة الاختيار. من يومين كان محمد يوسف مدرب عام، النهاردة بعد يومين ممكن يحصل تغيير وكلام تاني كتير. معقول حد عنده تفسير لهذا الاختيار وكيفية الاختيار ورؤية الفترة الجاية هتمشي ازاي وهتمشي بأي اسلوب بعد اختيار حسام وابراهيم كمدير فني للمنتخب الوطني في الفترة القادمة؟ انا مش هخوض في التفاصيل اللي حضراتكم عارفينها، تفاصيل حسام وابراهيم وتصريحاتهم ضد بعض اللاعبين سواء كانوا في الأندية او كانوا من المحترفين. وحضراتكم عارفين العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، وحضراتكم أكيد فاهمين الكلام على مين. مشاكل كبيرة، هل يا ترى مجهزين حلول ليها؟ خصوصا ان احنا في شهر مارس عندنا بطولة ودية في الإمارات من خلال مشاركة بعض المنتخبات، ثم عندنا ماتشين في شهر يونيو في شهر 6 في منتهى الأهمية. واللي مش واخد باله ان لقاءين شهر 6 هم اللي هيحددوا بشكل كبير طريقة مشوار منتخبنا في اتجاهه نحو المونديال 2026. هنلاعب بوركينا فاسو اللي عندها 4 نقاط على ملعبنا، وبعدها بأيام قليلة هنطلع لغينيا بيساو الجولة الثالثة والرابعة، الفرقتين والمنتخبين اللي بينافسونا في تصفيات كاس العالم. هل يا ترى احنا جايبين التوأم حسام وابراهيم للمرحلة الصعبة دي؟ لان احنا بعد كده عندنا ماتشاتنا في تصفيات كاس العالم في 2025، وكمان الاتحاد اللي موجود هيمشي تقريبا في نفس التوقيت. مشكلة كبيرة جدا جدا في فلسفة وفي رؤية الاتحاد الاستراتيجية اللي هي المفروض مسؤولية اتحاد الكورة. لكن بيقولوا
احنا اخترنا فيتوريا، واحنا كمان اللي هنختارنا حسام وابراهيم، ويمكن المرة دي نجيب جون، والكاشف يعلق ويقول جول جول جول. هو ده ممكن؟ هو ده معقول؟ ايه رأي حضراتكم؟ اسكت ولا اقول واتكلم عني وعنكم وعن قصة كانت هتعيش، ضاعت مش مني منهم، بدون الذكر في التفاصيل الموجعة، التفاصيل اللي طعمها وريحتها وحشة قوي، مش حلوة خالص. لكن احنا مش من هواة اللايك والشير على حساب البشر، وإلا في الزيطة دي كنا جبنا مش جون، كنا جبنا 100 جول. وبدون ما نخوض في التفاصيل، نفسي أصدقائي نبدأ من حيث انتهى الآخرون. عايزين حضراتكم نجيب جون؟ عايزين حضراتكم كورة حلوة؟ رجعوا الجماهير. عايزين كورة حلوة؟ اعملوا مدربين. عايزين كورة حلوة؟ طوروا أرضية الملاعب وادوا فرصة للناشئين. عايزين كورة حلوة؟ اعملوا بطولة قوية وخلوا العدل ومبدأ التكافؤ والكل يبقى واحد قدام اللوائح والقوانين. عايزين كرة حلوة؟ انشروا الثقافة والحب وانبذوا التعصب والكراهية والمتطرفين. وقبل ما انسى وقبل ما اختم، احب اقول لكل المسؤولين: الكورة للجماهير. بيقولوا دايما المقدمات الجيدة تؤدي الى نتائج جيدة، لكن المهم تعرف تبدأ منين علشان تعرف تنتهي فين. مسألة بسيطة، وزي ما قلت قبل كده مش هنبدأ نخترع العجلة من جديد، لأنهم اخترعوها من مئات السنين. في ظل تخبط وتغيير للرؤى وبالونات اختبار للملايين في كيفية اختيار المدير الفني وكيفية اختيار الرؤية الفنية الكام سنة الجاية لمنتخبنا الوطني اللي بيشغل بال العشاق والمحبين، واللخبطة اللي حصلت كل كام يوم أو يومين، وهنمشي فيتوريا ثم هنجيب مدير فني أجنبي ومعاه محمد يوسف، وصولا النهاردة بالتوأم حسام وإبراهيم، يقولك إن مفيش رؤية. لكن المدهش والعجيب والغريب ان انت تروح في نفس المكان وفي نفس الزمان، يا دوب شارع بسيط، مش شارع، في نفس الشارع 20-50 متر بوابة النادي الأهلي، تلاقي شغل مؤسسي وكلام كبير وإعلان من رئيس شركة النادي الأهلي المهندس عادل القيعي إن في تبديل وتعديل. مروان النايب مدير للتعاقدات جديد، وأمير توفيق يرتقي درجة ويبقى المدير التنفيذي للشركة. شغل مؤسسي صحيح، الفرد والمبدع ليه دور، لكن الشغل المؤسسي هو كل الدور. هيكل، نظام، مسؤولية جماعية، مؤسسات وإدارات، وفي الآخر قرار. ممكن يبقى صح وممكن يبقى غلط، لكن هكذا تدار المؤسسات. هكذا أي فرد بيأمل في النجاح بيحط معايير وبيحط قواعد يشتغل عليها عشان يصل إلى الهدف المنشود. لكن شغل الهنبقة وشغل المحسوبيات والحسابات ما بيوديش إلا لكوارث، وإذا نجحنا بيكون استثناء. فرق كبير بين تخطيط وتفكير وبين شغل
ملوش أي أساس ولا معايير. 20 متر بيفصل ما بين جدران الاتحاد المصري لكرة القدم وما بين النادي الأهلي، لكن هنا ناس وضعت معايير، ناس بتشتغل شغل مؤسسي وبنظام وبمسؤولية جماعية وبفريق عمل جماعي عشان يوصلوا إلى أبعد مدى وأفضل نتيجة. وهنا ناس كل يوم بنتيجة، وكل يوم بطريقة، وكل يوم بفكر جديد، وكل المحبين وكل العاشقين مش عارفين آخرة الحكاية إيه، هنوصل معاهم لغاية فين. الموضوع سهل وبسيط، بس محتاج شوية تنظيم، شوية عقل. حط الرجل المناسب في المكان المناسب. وهو حد قال لنا هي ايه فكرة التطوير؟ هو حد قال لنا السنة الجاية هيبقى عندنا فكر وطريقة وأسلوب جديد هنقدر ننافس بيه القارة الإفريقية بعد ما شفنا في الكان وفي بطولة آسيا أسماء جديدة وأفكار جديدة، ومفيش فريق بطل إلا بقدرة كبيرة على الاختراع وعلى التواجد وعلى القدرة على التنفيذ. وإحنا شفنا منتخبنا مع فيتوريا كوميدي شكل مخيف، شكل مرعب، لا في شخصية ولا في فريق ولا في فلسفة هجومية. وربنا يستر على الأيام الجاية. هنفضل ندعم منتخبنا. وبالمناسبة احنا مش ضد حسام ولا إبراهيم ولا ضد اختيار مدير فني أجنبي وطني، بالعكس دايما بنشجع أي واحد مصري، بس المهم نديله طريقة للتفكير وطريقة يقدر يصل بيها للمطلوب إثباته. نفسنا نوصل كأس العالم، ونفسنا يبقى أدائنا مشرف في 2025 الكان القادمة بمشيئة الرحمن. ومحدش يقول لي كده كده هنوصل كأس العالم، لأن الموضوع لسه طويل. وديكوا حضراتكم شفتوا الكان واللي حصل في الكان، وكان يا مكان عندنا منتخب وعندنا حاجات حلوة كتير. عايزين نمسك في التفاصيل، ما نفرطش في اللي في ايدينا، وشوية نظام أرجوكم، علشان هناك ملايين بيحبوا الكورة، بيعشقوها بجنون، ومنتخبنا الوطني هو اللي بيمثل 110 مليون. وفي الأخير بشكركم أصدقائي، على أمل بلقاء جديد. والقطايف واللطايف وآي ميديا وأيمن الكاشف. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات